لما طلق النبي الصخرة وانكشفت بطنه أثناء غزوة الخندق، فإذا به رابط بطنه بحجر من شدة الجوع، فرأى جابر هذا المنظر فلم يتحمل، فذهب مسرعا إلى زوجته وقال لها: رأيت منظرا لا صبر لي به. فقالت زوجته: ليس لدينا إلا صاع وعناق، والصاع هو صاع شعير والعناق هو ماعز. فقالت له: ادع رسول الله أن يأتي ليأكل، وادع معه نفر قليل، ولا تفضحنا أمام رسول الله. فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: طعيم صنعته لك يا رسول الله. قال النبي: وكم هو يا جابر؟ قال: عناق وصاع. قال النبي: هذا كثير وطيب يا جابر. فنادى النبي أهل الخندق كلهم، وكانوا 3000 مقاتل، قال لهم: إن جابر أعد لكم طعاما. مسك النبي بيد جابر وقال له: بارك الله في طعام جابر. فأدخلهم النبي على دفعات. يقول جابر: فأكل كل أهل الخندق حتى شبعوا، ولا زالت غرمتنا تغط من